وماشي وسط الغيطان على يميني خضار وعلى شمالي خضار، وحاسس ان انا فلاح معاه كاميرا. انا كرولوس عادل، دي او بي واونر برودكشن هاوس. احكي لنا اخر مره شكلك كان وحش فيها جدا قدام العمل. في يوم الشرقيه او الاسماعيليه او الصالحيه الجديده او فاقوس، يعني انا بص انا مش عارف. نخش في الموضوع على طول. نازل المفروض ان انا اصور تغطيه ساعتين وهمشي. اليوم خد مننا وقت كام ساعه مواصلات بكل حاجه، 12 ساعه، 10 ساعات مواصلات وعدد ساعتين شغل. بس نركب قطر. القطر مكتوب عليه درجه ثالثه تهويه. التذكره اللي احنا خدناها درجه ثالثه تهويه. فانا قلت يعني مكيف وبتاع ومش عارف ايه. لقيت التذكره ب 25 جنيه. ف 25 جنيه قلت يعني ازاي ثالثه مكيف ب 25 جنيه؟ لما ركبت القطر عرفت ليه هو تهويه. القطر ما فيهوش مكان مقفول، حتى الكراسي. الكراسي نفسها مكسوره لجوه. في تهويه من كل حته. الشبابيك بالبيبان بكل حاجه، اللي عايز يركب بيركب. مبدئيا القطر ده عديت عليه بشويه كاركترات لوز اللوز. في راجل كان طالع القطر والقطر كان بيتحرك، ففي فرده شبشب وقعت منه، تمام؟ فيعني الراجل واقف قدام الباب والقطر اتحرك والفرد الشبشب بتاعته خلاص راحت، فواقف كده وحزين جدا. فسمع صوت من الفلو ورا في الايكو وقالها وصوت اتنشر في القطر كله بيقول له ارمي التانية. فالراجل بيبص وراه، بعد كده راح رجع تاني، لقيته راح رمى الشبشب وفضل واقف حافي وبص كده واستعوض ربنا، وبعد كده مشي في حزن شديد. وقعد. كاركتر تاني مثلا الراجل مثلا اللي كان قاعد جنبنا، احنا كنا المفروض هننزل على محطتين، بنها بعد كده من بنها نركب حاجه تنزلنا رمسيس. فالراجل بنساله محطه بنها دي هنوصلها امتى؟ انا بسال سؤال واضح، هنوصل بنها امتى؟ يعني عايز اعرف ميعاد. قال لي بنها دي عباره عن حديد، كباين 5. فانا المفروض اجمع ده واكون باراجراف. ولقيت بقى ايه الكاركتر الاخير،